السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على أنواع البطاطس أو بعض البطاطس، لأن البطاطس أنواع كتير جدا طبعا في السوق، وعلشان بس ما حدش يضحك علينا وما بنبقاش معظم الناس عارفة بطاطس القلي وبتجيبها على أساس إنها بطاطس قلي ناشفة، وبتلاقيها بتشرب زيت بطريقة رهيبة جدا. فعلشان كده عملنا الفيديو ده النهاردة. أول حاجة لما تكون معاكي البطاطساية، انتوا شايفين بقى معايا الحتة دي، كل ما تكون البطاطسة صفرة انت علشان تعرفيها بتنكشيها بس بصبعك حاجه بسيطه كده. لو لقيتيها صفرة من جوه اعرفي ان ديت بتاعه الطبيخ ومش هتنفع معاكي في القلي، او هتشرب زيت كتير معاكي في القلي. كل ما البطاطسه بتكون معاكي بيضه من جوه بتنكشيها كده. شايفين البطاطسه عامله ازاي؟ ديت هتبقى معاكي فله في القلي ومش هتشرب زيت، وهتبقى معاكي مقرمشه وناشفه جدا. دي بطاطس القلي وبطاطس الطبيخ. وعايزه اقول لكم كمان ان البطاطس اللون بتاعها درجات، يعني كل ما هتكون البطاطسه فاتحه معاكي، يعني كل ما هتكون مصفره اقصد، كل ما تكون صفرة كل ما هتشرب زيت بزياده. فلما بتلاقيها بيضه تعرفي انها مش هتشرب معاكي زيت. هي دي كمان يمكن يمشي حالها عن غيرها، لان بيبقى فيه بطاطس صفرة عن كده كمان وبتشرب معاكي زيت. في كمان النوع اللي هو ده برضو الحمرة دي، بيبقى فيه طبعا منها صغير وكبير، بس انا كنت جايبه الحجم ده. يعني دي برضو بتبقى حلوه معاكي في القلي. وزي ما احنا شايفين برضو بتبقى بيضه من جوه اهي معظم الاوقات يعني. بس عايزه اقول لكم تاخدوا بالكم، لان بقى ينزل منها مسكره، وساعات كمان في انواع بتزرق معاكي في الزيت وانتي بتقليها. فعلشان كده البطاطس دي اللي هي حمرة فيها نقطه حمرة كده، بس بتبقى انواع كتيره جدا في السوق. فخدي بالك وانتي بتشتريها ما تكتريش منها، هاتي بس منها كيلو كده علشان تجربيه الاول، عشان زي ما قلت لكم ساعات بتزرق منك بعد ما بتقليها وتطلعيها بتلاقيها في الطبق زرقاء، وفي كمان بتبقى مسكره. فالبطاطس دي بالذات وانتي بتجيبيها ما تكتريش منها على ما تجربيها الاول. عجبتك روح هاتي كمان، بيبقى في منها برضو انواع ناشفه وجميله جدا وما فيهاش اي عيوب خالص. تمام. في كمان البطاطس اللي هي دي بقى، شايفينها بقى اللي هي ايه؟ البطاطس الرمليه دي. هي بتبقى معظم احجامها كده البطاطس اللي هي الرمليه ديت. وعايزه اقول لكم ان ديت بتبقى تعتبر رخيصه جدا وفي نفس الوقت حلوه جدا، وبتبقى بيضه معايا هيت. والبطاطس ديت من احسن انواع البطاطس وما تخافيش منها خالص وانتي بتجيبيها برضو، وحلوه قوي على فكره. انا جربتها اكتر من مره، بتبقى سعرها مناسب بالنسبه للبطاطس اللي هي التانية، اللي هي البطاطس اللي فيها طين ديت بتبقى اغلى من البطاطس اللي هي الرمليه دي. البطاطس المفلطحه المفروده ديت اجمل واجود انواع البطاطس اللي انا جربتها الحقيقه، وهي اصلا بتبان من شكلها كده زي ما انتم شايفين. بتبقى البطاطسه مفلطحه ومفروده وبيضه من بره ومن جوه. يعني انت لما بتنكشيها كده بصوا بيضه من جوه ازاي، على عكس بطاطسه تانية لما بنجيب بقى مثلا دي نوع تاني اهي زي ما انا قلت لكم اهي. لما بتنكشيها بتلاقيها بصوا يا درجه يعني مديه على اوف وايت كده لو انتوا شايفين، مش اللي هي البياض الاصلي. بس هي دي كمان البطاطس دي تنفع في القلية بنسبة شرب الزيت بتشرب بس يعني بدرجة بسيطة عن الأصفر من كده. بيبقى فيه بطاطس صفرة عن كده. فعشان كده بقول لكم خدوا بالكم، لأن بيبقى أنواع كتير جدا. كل ما البطاطسة تبقى فاتحة ولونها أبيض معاكي كل ما هتديكي نتيجة أحسن وهتكون ناشفة معاكي في الزيت. وده الطريقة اللي أنا جربتها وحبيت اني اشارككم معايا فيها يعني علشان تستفادوا. بحبكم جدا. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.